ازيكم يا فنانين؟ حصتنا النهاردة بمناسبة يوم 6 أكتوبر. أنا أمال يحيى ودي حصة رسم. يلا بينا نبدأ. هبتدي أعمل خطين مايلين، كيرف نازل لتحت وكيرف طالع لفوق. هشد خط مايل علشان جناح الصاروخ، هعمل فيه شوية تفاصيل صغيرة. وهقفل الصاروخ من ورا. هعمل ديل الصاروخ وزي شباك، ويلا نعمل الجناح التاني. نفس الصاروخ ده هكرره مرتين كمان بنفس الطريقة. عملت الديل وقفلت الصاروخ وهعمل الجناحين. هعمل الصاروخ التالت بنفس الطريقة. هبتدي أعمل وجه الجندي، الأنف، جزء للفم، الأذن، وجزء من الشعر. ايده لازقة في وشه علشان هو ماسك سلاح. خط مايل، خط مايل كمان، والايد من تحت زي حرف V. هنبتدي نعمل الجسم. الحزام، والايد التانية. عملت السلاح وهكمل تفاصيل لبسه. خطين راجعين لورا شوية، خط طالع لقدام ومكسور زي علامة أكبر من أو أصغر من، smaller than أو bigger than. هبتدي أعمل الدبابة، شكل بيضاوي جواه مستطيل من الجنب، نص دايرة تطلع بخطين وكمان خطين. هعمل خطين عشان المدفع، خط أفقي،
نلاحظ ان الشكل ده زي حرف E كابيتال، خط منحني، خط أفقي، خط أفقي وفي نهايته يكون منحني، نوصلهم ببعض. كده هكون أنا خلصت الدبابة وهزود لها شوية تفاصيل. هنبتدي نلون الرسمة بتاعتنا ونسرع الفيديو شويتين كمان. هستخدم اللون الأزرق الفاتح أو اللون اللبني للخلفية. هسيب مسافة ورا كل صاروخ علشان هنلونهم بألوان علم مصر. نحاول نخلي التلوين بتاعنا في اتجاه واحد ويكون منظم علشان بعد ما نخلص الرسمة منحسش ان التلوين كباين كأنه شخبطة. اهم حاجة في اي رسمة هي اننا نصبر وما نستعجلش علشان النتيجة تكون فعلا كويسة. هبتدي ألون أول سحابة باللون الرمادي متدرج مع اللون الأسود. السحابة التانية هلونها باللون الأحمر. أقدر أعمل تدريج في اللون براحتي لو أنا تقلت أو خففت إيدي. هنا أنا تقلت إيدي شوية وخففت إيدي شوية علشان أبين طبقات في السحابة. طبعا السحابة اللي في النص مش هعمل فيها حاجة، لكن هعمل شوية رتوش في الخلفية باللون الرمادي واللون البيج علشان أبين أجواء الحرب أكتر. هبتدي ألون الصواريخ باللون الرمادي متدرج مع اللون الأسود.
بعد ما لونت الأرض باللون البني هبتدي ألون الدبابة وبدلة الضابط. هبتدي أحط أول طبقة باللون البيج أو البني الفاتح، وهضيف شوية بقع باللون الأخضر واللون البني. في بقية الدبابة خليت اللون الأخضر يكون أقوى شوية علشان أبين اختلاف الطبقات اللي فيها. زي ما انتوا شايفين نقدر نحط دايما كذا طبقة بأكتر من لون. هعمل خطوط في الجزء اللي تحت من الدبابة، وهلون العجل اللي جوه باللون الأخضر واللون الأسود. لونت بدلة الضابط كلها باللون البيج، وهعمل فيها نفس طريقة التلوين بتاعة الدبابة. هأكد على الطروف باللون البني، ده شكل رسمتنا بعد ما خلصت. كده احنا خلصنا حصتنا النهاردة، واشوفكم الحصة الجاية.